Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذه المناسبة البديعة الشريفة نحن من سادس أم الأيمان إن شاء الله سنقدم أمامكم الحوار عن التعليم والتعلم اللغة العربية. يمكن إن شاء الله نبدأ من أهمية اللغة، ثم الطريقة التعليم وتعلم اللغة، ثم مهارة الأربعة اللغة العربية كيف طريقته وكيف كمثل هذا. إن شاء الله الآن أنا رئيس جلسة وأنا يمكن أشارك معهم عن الحوار بموضوع الذي ذكرته آنفا. نفضل أولا أخينا تنكو محمد يوسف يمكن أن يشرح قليل كيف الطريقة أو الأهمية عن اللغة الثانية. يعني إذا نحن أجيني نحن لغة الأولى لنا هي لغة الأجين. إذا نحن أندونيسي فإن شاء الله اللغة الأولى لنا هي اللغة الأندونيسية. لغة عربية ولغة إنجليزية ولغة يابانية واللغة غير اللغة الأندونيسية هي لغة الثانية لنا أو لغة أجنبية لنا. فطبعا في تعليم والتعلم اللغة الثانية هناك طرق مختلفة. أولا عندما نحن سنتعلم اللغة العربية المعلم يعلم بطريقة الجيدة أو معلم يختار الطريقة الجيدة المناسبة بالطلاب. مثلا الطلاب لا يستطيع أن ينطق الكلمة الصحيحة، فطبعا المعلم يختار الطريقة طريقة مباشرة، لا طريقة سمعية الشفوية. ثم بعد عندما الطلاب يستطيع أو يقدرون على أن ينطق الكلام مثلا العربية، ثم المعلم يستخدم الطريقة المباشرة. نعم. وقبل دخولنا إلى تعلم اللغة الثانية لا بد لنا أولا نعرف ما هي أهمية اللغة وما هي اللغة. الآن أنا أستاذ يوسف وأستاذ نزار سنحاور عن ما هي اللغة وما هي أهمية اللغة. عفوا أنا جالس أمامكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله إن شاء الله. السلام عليكم يا أستاذ محمد نزار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف حالكم؟ الحمد لله بخير والحمد لله. إن شاء الله
في هذه الليلة نحن سنتحدث أو سنحاور عن التعليم والتعلم اللغة العربية كما شرحت قليلا آنفا أمامكم أو أمام الطلاب. هناك طرق الكثير وهناك مدى تعريف اللغة وهناك أهمية اللغة قبل دخولنا إلى تعليم وتعلم. أنا نسيت ما هي اللغة. كيف أستاذ محمد ما هي اللغة؟ اللغة هي التي نتكلم بها، فهي اللغة بشكل عام. اللغة إما لغة عاشية، لغة إنجليزية، لغة عربية، إنجليزية، كل اللغات هي التي نتكلم بها لكي نعرف مقاصد الآخرين. باللغة نعرف ونفهم مقصود الآخرين. طبعا باللغة نحن نستطيع أن نتصل بالآخر أو بالآخرين. مثلا نحن نستطيع أن نتكلم باللغة أجي، فطبعا نحن نستطيع أن نتصل بالأجيين. نحن نستطيع اللغة الأندونيسية، فطبعا نحن نستطيع أن نتصل بالأندونيسيين، وهكذا وهكذا. ثم أستاذ محمد يوسف، عرفنا أن هناك في كل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الإنجليزية هناك أهمية في اللغة. قبل دخولنا في التكلم أو في التعلم أو في التعليم لابد أولا أن نعرف فائدة اللغة أو أهمية اللغة. ما هي أهمية اللغة؟ يعني اللغة العربية أولا. شكرا جزيلا عليكم. والآن سأشرح لكم قليلا. وقبل بداية هذا عفوا منكم عفوا، وجدت خطأ في هذه المناسبة. كما سألني أستاذنا الكرام أستاذ مهدي محمد أهمية اللغة، أهميتها كثيرة جدا. منها يعني باللغة كما تكلم أستاذ أذار، اللغة هي آلة الاتصال. إذا نريد أن نعرف شيئا، مثلا العلم الآخر نريد أن نعرف من الكتب العربية، لا بد علينا أن نعرف اللغة أولا. إذا عرفنا اللغة فقد عرفنا عن العلوم التي نريد أن نتعلم فيها. مثلا في الكتب العربية كما تعلمنا الآن في هذا المعهد المكرم. الآخر اللغة، أهمية اللغة هي بالتكلم نحن نريد أن نتكلم شيئا، هذا مهم لنا أن نعرف اللغة أولا. ماذا نريد أن نتكلم باللغة؟ إذا عرفنا اللغة فقد عرفنا ماذا نريد أن نتكلم معه. كما قال رسول الله من علم لغة قوم آمن من شرورهم. لابد علينا أن نعرف لغة قوم باللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة العربية أو اللغة الآخر. إذا عرفنا من اللغات الآخر فقد أمن من شرورهم أولا، أو نعرف عن علومهم الذي
قد كتب في كتبهم من العلوم النافعة كما قال رسول الله اطلبوا العلم ولو بالصين. إذا عرفنا اللغة الصينية فقد عرفنا عن علوم الآخر، مثلا من العلوم الطبي في الصينية، هناك كثير من العلوم الطبي في كتب الصينية إن شاء الله. نعم تمام جدا جدا جدا. ثم أزيد قليلا عن أهمية اللغة العربية. باللغة العربية نحن نستطيع التعلم عن الحديث النبوي الشريف، ثم عن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم عرفنا عندما نحن سنعلم الطلاب أو عندما نحن سنعلم الطلاب لا بد للمعلم أن يهيئ المادات. عندما هو سيعلم اللغة العربية لا بد أولا أن يهيئ المادات في اللغة العربية. ماذا سيهيئ أولا للمعلم قبل الدخول إلى الفاصل؟ يا أستاذ محمد يوسف وأستاذ محمد نزار. ممكن أجيب الآن. أما بالنسبة للتعليم في اللغة العربية خاصة هناك طرق كثيرة، وهناك لابد أن نختار الطريقة التي تناسب للطلاب. مثلا نحن لم نستطيع أن نتكلم باللغة العربية، هناك كتب التي تسهلنا في تعلم اللغة، وإذا تعلمنا فنتكلم بها. مثلا الأستاذ يدخل الفصل ويعطيكم المفردات الجديدة، ثم ويعطيكم الأفعال لكي تستطيع أن تتكلم بها. فإذا أعطاكم مفردات فقط ممكن تعرف ما هذا فقط، وعندما يعطيكم الأفعال فتستطيع أن تتكلم بها، أن تعبر ما عندك. وهناك يحتاج إلى تمرين أيضا لكي الأستاذ يعرف هل فهمتم أم لا، وبهذا التمرين يعرف الأستاذ أن الطلاب قد فهموا ما علموه. تمام جدا. عندما المعلم سيدخل إلى فصل ليعلم مثلا اللغة العربية لابد أولا يختار الطريقة المناسبة في تلك اللغة. عندما هو يعلم اللغة العربية لابد يختار الطريقة المناسبة لتعليم اللغة العربية. هناك طرق كثيرة في تعليم وتعلم اللغة العربية. ما هي أحد الطرق للتعليم اللغة العربية المناسبة لطلابنا أم الأيمن؟ ما هي؟ يمكن الطريقة أو الطرق التي يستخدم. يمكن الأحسن في تعليم اللغة أولا يعني بطريقة مباشرة. يمكن مثلا ما هي الطريقة المباشرة؟ الطريقة المباشرة هي الطريقة يعني يعلم الطلاب أن يحضر ماذا يعلم أمام الطلاب. مثلا كمثل هذا في جيبي حاطف، وأنتم تقولون حاطف، وسائل تعليم. وسائل التعليم. بطريقة هذا إن شاء الله الطلاب يعرفون، والمعلم لا يشرح عن المادة التي يعلم. مثلا حاطف، هو يأخذ الحادث ثم الطالب يشاهد إلى هذا ماذا في يد الأستاذ، كمثل هذا يسمى بطريقة مباشرة. بهذه الطريقة إن شاء الله الطلاب يعرفون كلهم، هم ينظرون إلى الحاطف فقد عرف عن معاني
المفردات التي قد علمهم إن شاء الله. هذا يسمى بطريقة مباشرة. تمام جدا. ثم نظرنا في نظرية التعليم وتعلم اللغة العربية أن هناك لابد من المحتوى، محتوى محتوى في التعليم وتعلم اللغة العربية، محتوى كثيرة، نبدأ من مفردات، أفعال، تراكيب، الأسلوب. الأصل عندما نحن سنعلم الطلاب باللغة العربية أو اللغة العربية، الأصل بأي ماذا نبدأ؟ نبدأ بالمفردات أولا، أو نبدأ بالأفعال، أو نبدأ بالتراكيب، أو نبدأ بالقواعد، أو نبدأ بالترجمة. كيف؟ أستاذ محمد نذر يمكن، أو أستاذ محمد يوسف؟ يمكن على رأيي يمكن على رأيي أن يبدأ أولا أن يعلم الطلاب بالمفردات كما تعلمنا الآن. نحن نبدأ بالتعلم مفردات أو بالحفظ المفردات، بحفظ المفردات. إذا حفظت المفردات وبعد ذلك فقط نريد أن نعرف يعني من الأفعال في اسم، فعل، وحرف التي نصل أن نكتب الكلمة العربية. هناك وجدنا من الأسماء والحروف والأفعال. أولا علينا أن نعرف من المفردات، ثم إلى الأفعال كيف نركب الكلمات التي قد حفظنا إلى جملة مفيدة. جملة مفيدة هناك يتركب من اسم، فعل، وحرف. أولا عليكم أن تحفظون مفردات من أسماء الأكيسة أو أدوات المدرسة أو مفردات الآخر. إذا عرفنا من المفردات الآتية فقط، وبعد ذلك نحن نحفظ من الأفعال. مثلا ذهب، يذهب، كما تعلمنا كل صباح ذهب، يذهب. ثم نجعل ذلك الكلمة أو ذلك الأفعال إلى جملة مفيدة. أنا أذهب إلى المسجد، هناك كلمة تتركب من اسم وفعل وحرف. شكرا. تمام جدا. الآن من منكم يريد أن يسألنا عن هذه المادة أو عن هذه الحوار؟ فطبعا إن شاء الله أنا وأستاذ محمد يوسف وأستاذ سيجيب إن شاء الله. تمام. أنا قليل، هو قليل، هو قليل. تمام. طيب، من يريد سؤال عن اللغة، عن تعليم وتعلم اللغة العربية؟ Don't be shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. في هذه المناسبة أريد أن أسأل إليهم بمسألة اللغة العربية. وقبل ذلك أريد أن أسأل كيف نحن نريد أن نركب كلمة بجملة مفيدة، وكيف نحن نكتب باللغة العربية بجملة مفيدة أيضا. كيف؟ ذلك فقط. على رأيي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن أن يجيب هذا
Ada soal? السؤال كيف يمكننا أن نرتب أو أن نركب الكلمة المفيدة؟ وجوابه أنتم تعلمتم كتب كثيرة وهناك كتاب النحو وتعلمتم الجرمية وقرأتم الكواكب أو متممة وهناك يعلمكم كيف تركبون الكلمة المفيدة كما قال أستاذنا يوسف آنفا قبل قليل قال أن نركب هناك 3 مركبات الاسم والفعل والحرف كما قال مثاله أنا أذهب إلى المسجد هناك تركب هذه يسمى كلمة المفيدة لأنها تركبت من ثلاثة الاسم أنا أذهب إلى المسجد المسجد هذا اسم أذهب فهو فعل إلى فهو الحرف وكذلك عندما نكتب كما نطقنا كما تلفظنا ونكتب كما تلفظنا أنا أذهب إلى المسجد إذن طريقة لتركيب الكلمات المفيدة كما تعلمتم في النحو لأن اللغة العربية فهو هناك نظام فهو لابد علينا أن نفسره والنحو وإلا فممكن نتكلم ولكن بالتركيب الخطأ ممكن فهمتم ممكن يزيد كما قال أستاذ محمد نزار يعني الكلمة مفيدة هي الكلمة تتركب من الاسم والفعل والحرف يعني الكلمة كما قال يعني ذهب يذهب كما قلت آنفا ذهب يذهب مسجد مثلا نحن قد تعاملنا من المفردات مسجد ولم نعرف أن نركب ذلك الكلمة إلى كلمة مفيدة ثم تعلمنا يعني من الأفعال ذهب يذهب وكيف نطابق في الكلمة فقد تعلمنا ثم قد تعلمنا من الحروف مثلا إلى هذا حرف جر مثلا وبعد ذلك نحن نعلم أو نتعلم وكيف أن نركب هذه الكلمة إلى جملة مفيدة أولا الأحسن مثلا أنا أذهب ذهب يذهب قد علمنا من الأفعال ذهب يذهب ذهب فعل ماض يذهب فعل مضارع أذهب فعل مضارع مثلا هذا تركيب صحيح أنا أذهب إلى حرف جر فقد تعلمنا أو فقد علمنا أن إلى حرف جر ثم قد حفظنا من المفردات يعني مسجد قبل أن نعلم من الأفعال نحن لا نستطيع أن نركب بكلمة صحيحة وعلى ذلك قد تعلمنا الأفعال قد استطعنا أن نركب كلمة الصحيحة مثلا كمثل أنا أذهب إلى المسجد وفي الكتابة كما تعلمنا كيف نتعلم في كتابة هذه الكلمة فكذلك نكتب وكذلك نلفظ شكرا مني هناك سؤال آخر أو نحن سأسألكم من بخاري تفضل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طيب يمكن سأسأل إلى أستاذ يمكن في مسألة اللغة
وقبل ذلك أريد أن أعرف نفسي. اسمي بخاري. طبعا أريد أن أسأل، قد عرفنا أن اللغتين يعني اللغة العربية والإنجليزية مهم جدا لحياتنا. أريد أن أسأل كيف نتعلم اللغة بينهما، لأنهما مهم جدا. فلذا من نتعلم أولا بينهما، لغة عربية أو إنجليزية؟ نقدم عربية أولا وبعد ذلك لغة إنجليزية. ثم قد عرفنا في هذا المعهد نتعلم الكتب باللغة العربية، وكيف باللغة الإنجليزية؟ هذا مهم جدا. كيف نتعلم اللغة الإنجليزية ونحن لا نستعمل في كل يوم؟ وباللغة العربية قد نتعلم بالكتب العربية. يمكن هذا شيء مهم جدا. كيف تلقى مناسبة للغة الإنجليزية كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن في تعلم اللغة علينا من المسلمين نتعلم أولا اللغة العربية. لماذا؟ لأن ذلك اللغة مهم لنا. لأن تلك اللغة مهم لنا، يعني إذا عرفنا اللغة العربية فقد عرفنا عن كتب العربية. إذا عرفنا الكتب العربية فقد عرفنا من الأحكام الإسلام، من الأحكام الشريعة. أولا علينا أن نتعلم يعني اللغة العربية، والإنجليزية هذا الثاني. إذا عرفنا اللغة العربية الأحسن لنا من اللغة الإنجليزية. لكن اللغة العربية واللغة الإنجليزية مهم جدا في هذا العالم. والآن فقد زاد اللغة الآخر يعني اللغة الصينية، هذا مهم لنا أيضا. ولكن من هذه اللغة أولا نحن نعلم اللغة العربية. إذا عرفنا اللغة العربية فقد عرفنا عن معاني القرآن الكريم، لأن في ذلك الكتاب من الأحكام الشريعة والآخر. ثم سؤال كيف نتعلم اللغة؟ نعم، نتعلم اللغة كما ذكر أستاذنا محمد يوسف ومحمد نزار. لا بد لنا أولا نحفظ المفردات، ثم بعد ذلك نحفظ الأفعال، ثم نحفظ الأسلوب، ثم نراقب في الجملة المفيدة. عندما استطعنا نراقب في الجملة المفيدة لابد نحن نستخدمها في التكلم اليومية. نذهب إلى المرحاض باللغة، نتكلم أنا إلى المرحاض شوية، نذهب إلى المدرسة، إلى الفصل، كل شيء. إذا نحن نعبر لا نعبر باللغة الأتية ولا نعبر باللغة الإنجليزية، لكن نعبر باللغة عربية أو لغة إنجليزية. هذا طريقة المناسبة لنستطيع التكلم أو لنستطيع اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. حقيقة في اللغة هي التكلم يا أخي، حقيقة في اللغة هي التكلم. إذا نحن لا نستطيع أن نتكلم ولو كنا ماهرا في اللغة فلا يعتبر أننا ماهر في اللغة. ثم طريقة المناسبة في تعلم اللغة الإنجليزية، هذه هي سواء بما أو بطريقة في التعلم والتعلم اللغة العربية. لكن باللغة الإنجليزية
يسمى بديركت ميثود. طريقة المباشرة باللغة الإنجليزية يسمى بديركت ميثود. فاهم؟ يعني الأستاذ والطلاب يستعمل أو يستخدم اللغة مباشرة. مثلا اليوم معلم يعلم أدوات المدرسية، أدوات الدراسة، كتاب، قلم رصاص، قلم الحبر، طلاسة، يستعمل. غدا لا يستعمل بلغته ولا يستعمل بلغة إندونيسيا. منذ ذلك اليوم يستعمل باللغة العربية حتى يوم القيامة. فاهم؟ هذا طريقة. لكن في معهدنا لماذا اللغة الإنجليزية قليلا في استخدام في المعهد؟ يمكن هذا بالنسبة لنا أن المعلم أو أن نحن كل يوم نتعود بالكتب العربية ولا نتعود بالكتب الإنجليزية. نتعلم ليلا الكتاب باللغة العربية، ثم مساء ضحى باللغة العربية، صبح باللغة العربية. يمكن هذا مني، يمكن يزيد أستاذ محمد نزار أو أستاذ يوسف كمان. تفضل. كما عرفنا أن اللغة العربية هي لغة الجنة. أهل الجنة يتكلمون باللغة العربية، ما يتكلم باللغة الإنجليزية ولا يتكلم باللغة العاشري ولا الإنجليزية. واللغة العربية هو لغات القرآن، وبها أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا علينا أن نعرف هذه اللغة، وإلا فلا نعرف ماذا قرأنا، لا نفهم معناه ولا نستطيع أن نشعر ما في القرآن. فإذا عرفنا اللغة العربية عندما نقرأ القرآن نتأثر ونفهم ما فيه ونأخذ من العلوم في القرآن، لأن القرآن هو أصل العلم. أصل العلوم في القرآن، كل علوم موجود في القرآن، حتى بيولوجي موجود في القرآن، وماثيماتيك موجود في القرآن، كله موجود في القرآن. فالقرآن هو أساس العلوم. يمكن نحن نكتفي إن شاء الله، سنواصل في ليلة الأخرى. وأخيرا هذا منا. وأخيرا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.